نعرف باللي كاين بزاف نساء اليوم صايمين ما بين هم الوقت وتعب الروح وكثرة المسؤوليات، من الفجر حتى لليل وهي تجري 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 ما بين الطلبات، ما بين الصغار، ما بين المواعين، الغسيل، وأحيانا حتى الخدمة برا. يعني المرأة اللي تكون خدامة خارج البيت. بس ورغم كل هذا الشيء تحس دائما باللي راهي ما دارت والو. هذاك الإحساس اللي يقولها راني مقصرة، ما كملت والو، ما لحقت حتى حاجة. وهنا حبيبتي لازم نوقفوا، لازم نحبسوا حبيبتي هنايا، لازم نوقفوا شوية ونسقسيو رواحنا. هذه هي الحياة اللي رانا نطمحوا ليها؟ هل المرأة لازم دائما تكون مرهقة باش تحس بلي راهي ناجحة؟ لا لا حبيبتي، المرأة الذكية اليوم هي اللي تفطن وتتفطن انه قيمة الوقت ماشي في الزحمة، ماشي في الامور وكثرة الامور، بل في التركيز وحسن الاختيار والهدوء. فهمتي حبيبتي؟ ماشي كديري بزاف شغالات، بزاف امور، كلش يشعل وانتي راكي مرهقه في نفسيتك، انتي راكي طافيه في نفسيتك. البنات علقوكم القراد، داروكم في التلفزه، وليتو مشهورين، راكم من مشاهير اليوتيوب، راكم داروا عليكم كتاب. البنات قولوا لي فقط، هذوك البنات اللي ضالوا يحرثوا يحرثوا يحرثوا، يقولك انا يا فحله في الدار، انا يا المهم نخدم، انا مانيش فنيانه، ويعايروا هذوك النساء اللي راهم يغيروا منهم في الحقيقه. يقول لك هذيك واش دارت، دارها معفونه، رجلها يحبها كانت معفونه. ما كاش من هالبنات هاد الهضره. ان شاء الله حنركزوا في هذا الموضوع يعني جيدا، راح نعطيكم معلومات والله يعني اللي عندها العقل برك عقلها متفتح راح تفهمني وراح تستفاد من الهضره تاعي، واللي قالها مغلق يعني كيما تاع بكري، يعني سمحوا لي تاع بكري، اللي يحبوا برك يقدشوا ويخدموا ويكونوا خدامات، هذوك ما نهضرش معاهم انا. راكي مراه مش آلة، فهمتي البنات؟ راكم نساء ماشي آلات، راكي كيان فيه قلب وعقل ونفس وتعب وأمل، وماشي لازم تتهلكي باش تباني ناجحة. المرأة الذكية داخل بيتها ما تتفاخرش بكثرة المهام، كما قلت لكم الآن، ماشي كديري بزاف مهم أو تزوخي بهم والله واحد ما سامع بيك والله واحد ما يهمه، بل تتفاخر بتوازنها. أنا يا مرا كالم، أنا سعيدة اليوم، زهيد اليوم شربت كاس تاع القهوة تاعي. الله الله، شتو البنات أم فازو شتو البنات كيفاش تبدا تهدر على الأكل، تبدا تهدر في طريقتها في الأكل. قولوا لي برك البنات ما تشهاوش، والله العلي العظيم غير تشهي. الله يبارك هذيك المرأة شابعة في نفسها، ماشي شابعة ماكلة، مستراحة نفسيا، تستمتع كل حاجة تقول له العو كل. شتو البنات راهم مستمتعين ما شاء الله، مستمتعين بالاكل نتاعهم، راهم ضايقين هذيك النعمه. فهمتوا البنات؟ ماشي لخاطر عندهم بزاف، لا، يعرفوا يعيشوا. المرأة لازم تعرف وقتها تمد، وقتها ترتاح، وقتها تقول لا لا، وقتها تقول نعم. البنات احنا في مجتمعنا كاين فقط نعم 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 نعم، ونهار ماشي تقولي لا، نهار تحبسي مازال ما قلتيش هذيك لا، تولي سيئة في جميع أحوالك. يا لو كان نقولك حاجة 20 سنة وانتي تخدمي في ذاك الدار، 20 سنة ولا 30 سنة، مرة واحدة تقولي تعبت وعييت وخدمت، يقولك واش درتي؟ ما درتي فيها والو. المرأة تعرف وقتها تخرج من دوامة الكمال، هذيك المرأة اللي حابة تقضي كلش في نهار واحد، تقول نتيجة العيد غدوة العيد وما على بالهاش ونظفت لهذاك البيت، هاو غسيل، هاو مسيح، هاو طياب، هاو حلويات، هاو عرضات. فهمتوا البنات؟ المرأة يعني ما هيش راح تخرج من هذيك دوامة تاع الكمال حتى تفيق باللي راهي تستهلك في صحتها ونفسيتها وفي الجسد نتاعها. فهذاك النهار راح تفيق باللي راهي دخلت في دوامة ما هيش قادرة عليها. كاين بيوت مرتبة من برا برك البنات، بصح داخلها امرأة مكسورة مضغوطة، تضحك بصعوبة وتنام بعين مفتوحة. كاين بزاف نساء البنات يعني نركزوا على هذه النقطة، تلقاي دارها كي تدخلي ليها ما شاء الله ما شاء الله، تلقاي الكرلاج يبرق، تلقاي الحياط يبرقوا، تلقاي القش مستف، عندها أطفال وما كان حتى لعبة في الأرض. فهمتوا البنات؟ هذيك المرأة والله العلي العظيم راهي هالكه نفسها من راسها الكريح، ما هيش منظمة. مستحيل امرأة عندها أولاد في البيت ما تلقايش لعبة ولا ما تلقايش حاجة هكذا، يا سبحان الله، ما تلقايش البصمة تاعهم عفوا، خاصة كي يكونوا في البيت، معليش كي يروحوا المدرسة تكون نجزت المهام تلقاي بيتها جميل. هذيك المرأة البنات تحاول ترضي الجميع، تحاول ترضي الناس وتنسى يعني به ترضي نفسها هي. المهم كي يجيو الناس يقولوا اوه راهي دارها نظيفه، هما والله ما يقولوا، البنات ما يقولوش، شوفوها في هذيك الدقيقه يخرجوا ينساوها طول ينساوها، كل واحد لاتي بشغلاته.
وهنا البنات يجي دور الوعي. راكي مسؤولة على سعادتك وعلى راحتك وعلى أنك تخلقي بيت متوازن، ماشي مثالي، بيت متوازن. خطرات مليحة، خطرات ماكيش مليحة، خطرات راكي في المنتصف. يعني هذاك المنتصف حنا اللي نحوسوا عليه، ماناش حابين نطلعوا الفوق، ماناش حابين نهبطوا التحت. يعني بيت فيه دفء، فيه تنظيم، وفيه حب للحياة قبل التفاصيل. ماشي عيب اذا قلتي ما قدرتش اليوم، ماشي عيب حبيبتي، والله ماشي عيب. ولا حبيت نتهلا في راسي شويه اليوم، حابه سيدي نعدل روحي، حابه نستيكي روحي، عندي الماكله من العشاء نحمي الماكله القديمه، وعلاش لازم ندير ماكله جديده؟ عييت نشري الخبز، وعلاش لازم ندير المطلوع ولا ندير الكسره كل يوم؟ والله اليوم خليت الغسيل وتفرغت لبنتي اللي راهي مهمومه. البنات عندنا بنات، عندنا اولاد، رانا مسؤولين عليهم. عفوا، هنا حبيبتي، هنا يعني صح، هذه النقطة تقدر تضحي شوية من نفسك على جال ولادك، ماشي بزاف البنات، لأنه راح يتعلموا منا الحب النفس، حب الذات، راح يتعلموا منا البنات طريقة حب النفس، طريقة حب الذات. صافي احنا لازم نمدوا لهم هذيك الطاقة اللي تكون مليحة. هنا تقدري تمثلي شوية على جال شخص راح يستفاد منك. يعني انتي كنتي ضحية، ما تخليش ولادك يكونوا ضحية كيفك. الذكاء الحقيقي هو انك تحطي جدول يناسبك، جدول يناسبك انت حبيبتي. انا نشوفي بزاف في اليوتيوب كل واحده وتحط الجدول تاعها. يعني الاخوات مشكورات، اعطيهم الصحه كامل، البنات اللي راهم يعني يجتهدوا سوا يديروا هذيك تنظيم الحصاله، تنظيم المهام اليومية، الحصالة، تنظيم المشتريات، هذا كل الله يبارك، أعطيهم الصحة. نهزوا منهم أفكار، نهزوا منهم يعني طرق. ولكن البنات ماشي فوتوكوبي، ماشي العائلة نتاعك والعائلة نتاعها نفس الأشخاص، ماشي نفس العقليات، الانطراج تاعك أو المجتمع اللي عايشة فيه ماشي نفس الأشخاص. انت حبيبتي تهزي الحاجة اللي تساعدك، الحاجة اللي تفيدك انت، ولا تخلقي انت الجدول نتاعك انت، حتى انت تكوني مبدعة وديري جدول يخصك انت. فهمتي حبيبتي؟ ما لازمش عفوا تستهلكي طاقتك. لازم حبيبتي تعيشي كل لحظة وانتي واعية بها. يعني تعيشي الوجع، تعيشي الفرح، تعيشي كل حاجة وانتي فاطنة بلي راكي تعيشي فيها، ماشي تسرقي اللحظات وسط الغبار والتعب. يعني هاتي برك نشوف ولادي يضحكوا، ندخل دقيقة نضحك معهم ونخرج، ما نعيش هذاك الجو. مثلا الأولاد يكونوا مع الأب، مع الجدة، مع الجد، يوك مستمتعين، وانت راكي في الكوزينة طيبي لهم، راكي توجدي في الماكلة. والله ولادك ما راح يشفاو عليك كي يكبروا يقولك شفيت كيما كنت نقصر مع جدة، شفيت كي كان بابا يحكي لي، شفيت كي كان جدي يحكي لي. انتي وراكي البنات، وراكم من ذكريات اولادكم، وراكم من ماضي اولادكم. ما كانش حبيبتي، ما كانش، غير موجودة، لا في ذكريات الأولاد ولا حتى في ذكريات الزوج. هذاك الزوج وقتها يتفكرك فقط، يعني أعزكم الله، يعني سمحوا لي، هذه الحاجة موجودة فقط في السرير، وما يتفكركش حبيبتي، يعيش معك اللحظة ومن بعد ينساك، كي يعاود يشوفك في السرير مرة أخرى راح يتفكرك. المهم البنات مواضيع يعني بزاف، انا قلت لكم يعني في الفيديو السابق، اللي تحابه يعني تركز على موضوع تطرح لي فقط اسئله ان شاء الله راح نعالجوا هذه المواضيع بطريقه واعيه، طريقه بسيطه وطريقه واقعيه. البنات نعيشوا في الواقع، ما نعيشوش في الكماليات وفي المثاليات وفي الانستغرامات وفي اليوتيوبات. البنات احنا نساء واقعيات وجزائريات او نساء عربيات بصفه عامه، لازم نعيشوا حياتنا كما راهي، نعيشوا الواقع ونحاولوا نحسنوا من الواقع، ماشي نحاولوا نبدلوا الواقع، ماناش راح نقدروا نبدلوه. هنا كل مرة تقدر تكون ذكية إذا بدات من داخلها. يعني هذا الملخص تاع كلامي، المرأة اللي حابة تكون ذكية لازم تبدأ من داخلها، الداخل تاعك، من راحة عقلها، من سكون قلبها. ونهار اللي تبداي فيه تغيري من روتينك، تغيري من نفسك، تكتشفي انه الراحة مش في الانجاز، راح تكتشفي باللي الراحة مش في عدد المهام اللي قمتي بهم، بل في النية. البنات النية كنت ذكرت لكم في الفيديو السابق، النية هي الصح، وفي الحكمة وفي رحمة النفس. يعني ربي كي يقول لك المؤمن يبدأ بنفسه، يعني الإنسان يبدأ بنفسه. كي تبدأي بنفسك وتتهلاي في نفسك راح تكون العطاء تاعك والإنجاز تاعك والحب تاعك راح يكون أعظم وأكثر. حبيبتي وش نقول لك، شاركي هذا الكلام مع كل امرأة حاسة روحها غارقة، وقولي لها وش هو أول تغيير راكي مستعدة تبدأي به.
نقولها لكم انا، نسالكم نتوما وشنو هو التغيير الاول اللي راح تبداي به بعد ما سمعتي هذا الفيديو حبيبتي، بعد ما سمعتي هذه الملاحظات؟ وشني الحاجه اللي قاستك في الكلام تاعي هذا؟ وش الحاجه اللي كي كنت نهضر انت حسيتي بلاي نهضر عليك انت؟ هذيك الحاجه قد حبيبتي، هذيك الكلمه، هذيك الحاجه اللي قلتها هي اللي راهي خاصاتك، لازم تبداي بها. وشني ثاني البنات، واش نقول لكم هنا البنات، وشنو هو الموضوع اللي راكم حابين نهضروا عليه في المره الجايه، الموضوع اللي حابين يعني نعالجوه مع بعض حبيباتي؟ وش حنقول يعني بصراحة خانت لي العبارات في نهاية الفيديو. كنت متشوقة يعني باه نطول أكثر، ولكن مانيش حابة نطول لكم في الفيديو أكثر باه ما تملوش وما تكرهوش. المهم هنا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو. نتمنى من كل أخت، من كل امرأة، من كل أنثى راهي في الفيديو، نتمنى منها تدعمني في هذا يعني في هذا البودكاست ولا في هذا الكلام راني نقوم به هنايا في قناتي، وان شاء الله مع بعض نرتقي، مع بعض ننجحوا، مع بعض نكونوا نساء ذكيات وحكيمات وناجحات، ونحبوا نفوسنا اولا ومن بعد نحبوا الاسره تاعنا والمجتمع. اخيرا مع السلامه حبيباتي في فيديو اخر، الى اللقاء.